بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب الطلاب أولى إعدادي، احنا عندنا في التقييم ده اللي هو يعتبر الأسبوع الرابع. بيقول لي -5 -3. طيب الحل بتاعنا هنضرب سالب في سالب بموجب، يبقى -5 زائد 3 هيديني -2. الاختيار الصح بتاعنا -2. طيب بيقول لي إذا كانت البي بتساوي -5 والA بتساوي القيمة المطلقة -2. طبعا القيمة المطلقة -2 موجب 2، يبقى هنا هنضرب ال A في ال B، يعني نضرب -5 في 2، يبقى الناتج بتاعنا يديني -10. طيب أجب عما يأتي. استخدم خواص عمليات الجمع بزد لإيجاد ناتج -10 زائد الاتنين زائد 10. طيب هنعمل إيه؟ هنفتح قوس، يبقى -10 زائد 10، بعد كده زائد الاتنين. دولك يدينا صفر زائد الاتنين، يبقى الناتج يساوي 2. يبقى الحل بتاعنا بتساوي 2. طب هنيجي على السؤال اللي بعده. إذا كانت ال A بتساوي 3 وال B بتساوي 8 وال C بتساوي -7، فأوجد في أبسط صورة قيمة المقدار 2A زائد ال B زائد A على C. طيب هنضرب الاتنين في 3 بكام؟ ب6، زائد ال B اللي هي ب8 على -7، يبقى 14 على -7. 14 على -7 الناتج -2. يبقى الحل بتاعنا بيساوي -2. طب نيجي المسألة ديت، بيقول لك إن ال A بتساوي كام؟ بتساوي 10 وال B بتساوي -5. طيب أوجد A B القيمة المطلقة ل A B. طيب هنضرب -5 في 10 هيديني القيمة المطلقة ل50، يبقى الناتج بيساوي -50. طيب أنا عايز نجيب القيمة المطلقة للبي زائد الA. طيب يبقى ديت -5 زائد 10 هيديني -5، يبقى القيمة المطلقة بتساوي 5. طيب 15 على B، ال15 على -5، 15 على -5 الناتج يديني -3. طيب يبقى ديت بالنسبة للتقييم المجموعة أ. طب بالنسبة لتقييم المجموعة ب، بقول لي هنا -7 -1. طب -1 يعني -1، -7 زائد 1 يديني -6. طيب القيمة المطلقة ل4 موجب 4 في -3 هيساوي -12، يبقى الاختيار بتاعنا -12، وهنا الاختيار بتاعنا يساوي -6 في الأولانية. طيب هنيجي على السؤال التاني، بيقول لي إيه؟ استخدم خواص الجمع بزد في إيجاد ناتج ديت. خواص الجمع يعني الإبدال والدمج. يعني نعمل إيه؟ نفتح قوس، -25 زائد 25 زائد الواحد، دولك بصفر زائد 1، يبقى الناتج يديني 1. هنيجي على المسألة دي، بقول لك السي ب2 والبي ب5 والاي ب2. طيب الاي يبقى ب2 زائد الاتنين في بي، الاتنين في 5 بكام؟ ب10 على السي اللي هي بكام؟ -2. طب 12 على -2 الناتج -6. طب هنيجي على ديت، بقول لك 12 على بي. طب ما هي البي عندك نهوت ب2، يبقى 12 على -2 يبقى ديت برضه بيديني -6. طيب البي زائد الاي، ادي البي اللي هي -2 زائد الاي 15 قيمة مطلقة، يبقى الناتج يساوي 13. هنيجي على دي الاي في البي، الاي ب15 في -2 يديني -30، القيمة المطلقة بتديني موجب 30، يبقى الحل بتاعنا بيساوي موجب 30. حبايب الطلاب
أولى إعدادي. أشكركم وأتمنى لكم تقييم آخر وأسئلة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.